اهلا يا صحابي، عاملين ايه؟ احنا النهارده هنعمل وصفة كفتة في العالم ده كله. بصوا بقى العسل والجمال والتحفات دي. يلا بينا بقى عشان اخلي ماما تقول لكم الوصفة بسرعة جدا. هنعمل النهاردة مع بعض كفتة الفراخ حلوة جدا وسهلة وبسيطة. معايا هنا نص كيلو من البانيه او نص كيلو من صدور الفراخ. غسلتها كويس وقطعتها كده شرايح وهي ما فيهاش دهون، فانا زودت لها شوية كده من الدهون. دي قطعة كده من اللية. ومعايا بصلاية وفلفل الوان، وكمان واخدة ورق بتاع حزمة البقدونس، مش هستعملها العيدان. ومقطعاهم. معانا هنا التوابل: ملح وفلفل وكبابة صيني وجوز الطيب وسبع بهارات وتوم بودرة وبصل بودرة وتوابل كفتة وبابريكا. كل التوابل دي بتديها طعم حلو قوي وبتفرق جدا في طعمها. وهنا حاطة من كل حاجة نص معلقة صغيرة، مش مكترة منها. دلوقتي بقى هنبتدي في وصفتنا ان احنا نبتدي نفرمها. اول حاجة هفرمها الاول، هفرم الفلفل الالوان مع البصل مع الخضرة كله كده مع بعضه، علشان انا محتاجة افرمه كويس ناعم قبل ما احط عليه الفراخ. بعد ما فرمته كده كويس قوي، هو برضو مش ناعم ان هو يبقى مية، لا انا مخلياه يبقى فيه كده قطع خشن شوية. صفيت المية زي ما شفتوها ومش هرميها لان انا هحتاج المية دلوقتي. في نفس الكبة برضو هحط الفراخ وهحط معاها نسبة الدهون اللي انا مزوداها. وفرمتها كويس جدا جدا زي ما انتوا شايفين كده، بقت معايا ناعمة وحلوة. هجيب بقى كل الخضار اللي انا فرمته وصفيته كويس جدا، مهم ان انتي تصفيه قوي قوي من المية عشان يبقى معاكي مظبوط. وحطيت عليه كل التوابل، مفيش اسهل ولا ابسط من كده، في دقايق هتكوني عاملاها. حطيتهم وهقلبهم كويس جدا في بعض. وعشان تديني نتيجة حلوة بعد ما هقلبها كده هغطيها وهسيبها شوية في التلاجة تهدى كده معايا، وبعد كده هبتدي ان انا اشكلها. هنا جبت المية بقى اللي انا كنت عصراها من الخضار، حطيت عليها معلقة من الصلصة ومعلقة من الزيت، علشان دي اللي هصبع بيها الكفتة، وكمان هتديني في الاخر الشكل الحلو الجميل اللي انتوا شفتوه ده في الاول. بحط ايدي كده في المية دي مع الطماطم والزيت، اللي هي معجون الطماطم الصلصة، وبصبحها على العصيان بتاعت الشيش طاووق كده. يعني عارفين، وصفة سهلة جدا وطعمها حلو قوي، وهتفرق معاكي كتير غير بقى البانيه والطريقة التقليدية بتاعت البانيه والحاجات اللي بنعملها بيها. جددي وغيري، هتعملي وصفات كتيرة قوي من نفس الامكانيات اللي موجودة عندك في البيت، بجد حلوة قوي. بعملها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه، بعمل فيها العلامات التجزيعات دي اللي هي بتاعه الكفتة، كأنك بتسيخي كفتة عادية، كفتة لحمة، بس النهاردة بالفراخ. بصوا حلوة ومتماسكة وبتمسك في السيخ كويس. لا حطينا لها بيض ولا حطينا لها دقيق ولا حطينا بقسماط. انتي تعصري الخلطة بتاعتك كويس، البصل والفلفل وكده، هتطلع معاكي حلوة ومتماسكة. المهم ما يكونش فيها اي مية. هكمل كده كل الكمية بالشكل اللي انتوا شفتوه. وهنا فضل معايا كمية من مية البصل والفلفل، مش هرميها، هخليها لان هحتاجها بعد كده، هتبقى معايا حلوة. حابة تسويها كده على طول تقدري، حابة تسيبيها في التلاجة تتشمع شوية وتمسك نفسها اكتر، وبعد كده تسويها تمام. تقدري كده بقى تشويها على الفحم لو عندك شوية فحم، او تشويها على الجريلا. انا النهاردة هعملها في الصينية في الفرن، مفيش اسهل من كده. هجيب الصينية هحط فيها كده شوية من المية بتاعة خلطة الفلفل والبصل، دي ماشية معايا لغاية اخر الوصفة، مش هرمي منها اي حاجة. حطيت كده شوية عشان تطريها، ما تخليهاش تبقى ناشفة، عشان هي مش هتنزل مية برضو زي الكفتة، مش بتنزل دهون قوي يعني. حطيتهم ورصيتهم، وهخلي بقى دولت كده كل شوية هروح جايبة الفرشة وهروح دهنة الوش بتاعها، وهقلبها على كل اتجاه. هي هتقعد معايا في الفرن حوالي نص ساعة، وهتطلع معايا تحفة تحفة، مش هتاخد اي وقت، مش بغطيها. وبطلعها بقى معاكم. بصوا، احطها على العيش كده بقى مع السندوتشات، تحفة. معاها كده شوية بصل ببقدونس وطماطم، السلطة الجميلة، السلطة الخضرة دي. ممكن تعملي كمان شوية سلطة طحينة حلوة قوي قوي. شايفين لونها جميل ازاي؟ اللون الحلو ده
بسبب ان انا كنت كل شوية بطلعها المعها بالخلطة اللي احنا كنا عاملينها بتاعة مية البصل، وكمان معاها معلقة الصلصة والزيت. حلوة قوي قوي وجميلة، طعمها بجد تحفة وجميلة قوي قوي، ومفيش اسهل من كده، سريعة وحلوة ومختلفة عن ان انت تعملي على طول البانيه بالطريقة التقليدية اللي انت بتعمليها. حلوة قوي، جربوها وقولولي ايه رأيكم. بصوا متماسكة وجميلة قوي وطعمها وريحتها حلوة قوي قوي. بصوا بقى الجمالة بعد ما طلعت من الفرن، انتوا بقى تاكلوها بالهنا والشفا يا صحابي يا كتكوتي يا كاملين. انتوا جربوها بالسندوتشات والرز الاصفر، هتاكلوا صوابعكم وراها. وكمان ما تنسوش ان انتوا تشتركوا في القناة واعملوا لايك وباي.